يمكن صار لازم نسميه المسلسل بين فرنسا والجزائر. الحرب السرية بين فرنسا والجزائر نصفه عنوان صحفي لكنه مثير جدا لدرجة تعميق الأزمة الموجودة أصلا بين البلدين. الجزائر غاضبة جدا وخطواتها مباشرة وحاسمة. القصة كلها بدأت من تحقيق تلفزيوني عملت عليه القناة الثانية العمومية في فرنسا، منحته هذا العنوان المثير، ومنذ الإعلان عن موعد بث التحقيق تحفزت الجزائر تجاه الموضوع. بالفعل بمجرد بث التقرير اتضح ما الذي أغضب الجزائر. هذا هو أمير بوخرس. ظهوره في التحقيق أحد الأسباب الرئيسية للانزعاج الجزائري، فهو يصف نفسه بالمعارض في حين تصنفه الجزائر إرهابيا ويطلق عليه جزائريا بشكل غير رسمي، وصف تاجر المخدرات المتلبس بثوب المعارض السياسي. طالبت الجزائر بتسليمه قبل ذلك ورفض الطلب فرنسيا لكونه حاصلا على صفة لاجئ سياسي. ظهوره في التحقيق كان في محاولة لإثبات أن عملية اختطاف تعرض لها بوخرس منتصف عام 2025 ثم أطلق سراحه كان يقف وراءها جهاز المخابرات الجزائرية. ببساطة هذه خلاصة أريد للمشاهد أن يصدقها ويقتنع بها فيما يتعلق بقضية اختطاف أمير بوخرس. استعان على ذلك بضيوف معروفين بعلاقة متوترة مع الجزائر، من بينهم السفير الفرنسي السابق في الجزائر غزافييه دريانكور. طيب، السياق الأشمل من قضية أمير بوخرس هو اتهامات وردت في التحقيق للجزائر بالضغط على أفراد في الجالية الجزائرية في فرنسا لتجنيدهم في عمل استخباري، والضغط على منتخبين فرنسيين من أصول جزائرية أيضا للتعاون مع الاستخبارات الجزائرية، وذلك لاتهام المخابرات الجزائرية باتباع أساليب وصفها التحقيق بالبلطجة لتحقيق أهداف داخل الأراضي الفرنسية. طبعا ما كان في الجانب الجزائري رفض وإدانة واستنكار تحول بعد بث التقرير إلى خطوات عملية باستدعاء القائم بأعمال السفير الفرنسي في الجزائر. ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية بيانا عن وزارة الشؤون الخارجية وصف التحقيق بأنه نسيج من الأكاذيب والافتراءات تنطوي على إساءات عميقة واستفزازات لا مبرر لها. النقاط التي لفت البيان نظر القائم بأعمال السفير لها تمثلت في أن بث قناة عمومية لمثل هذا التحقيق هو اعتداء على السيادة الجزائرية، وأنه لم يكن ليتم الأمر لولا تواطؤ أو موافقة الجهة الوصية عليه، وكذلك مشاركة السفير الفرنسي نفسه في تحريك هذه الحملة التي تستهدف الجزائر. وأخيرا أبلغ القائم بأعمال السفير باحتفاظ حكومة الجزائر بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها خطورة مثل هذه التصرفات. طبعا هذه الأزمة هي ذروة جديدة في مسار الأزمات الفرنسية الجزائرية. مثلت ذرواتها السابقة قضية علام بوسنصال اللي بنتذكرها، الذي احتجز في الجزائر قبل أن يعفو عنه الرئيس عبد المجيد تبون، إضافة إلى أزمة الدبلوماسي الجزائري التي اتهمته فرنسا بالضلوع في قضية اختطاف أمير بوخرس نفسه. القضية متفاعلة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدث الناس عنها. نقرأ بعض التغريدات في هذا الموضوع. فتحي بومالة كتب: تمرير اتهامات في قناة عمومية فرنسية في حق رئيس جمهورية الجزائر يعتبر تعديا على خطوط حمر يمس كيان الدولة الجزائرية كلها، يستوجب ردا يرقى لحجم الإهانة، ولا أرى أفضل من قطع العلاقات الدبلوماسية. الجزائر حاليا في نقطة لا عودة ولا تحتاج إلى فرنسا في شيء. فرنسا اختارت التصعيد، اختارت الإبقاء على المطلوبين عندها على حساب العلاقات المتوازنة مع الجزائر. نقرأ تغريدة للياس بقري قال: لا يهمنا الآن صحة ما جاء في هذا التقرير أو لا، الذي يهمنا الآن هو التصدي للانتقاص من الكرامة والسيادة الجزائرية. إهانة رئيس جمهورية الجزائر هو تعد على كل الجزائريين بلا استثناء، ومؤيدهم منهم ومعارضهم، مقيمهم ومهاجرهم. يجب علينا جميعا الرد على فرنسا بأقوى طريقة ممكنة، والوقوف في ظهر الدولة الجزائرية في أي خطوة تراها ردا مناسبا على هذه الصبيانية الفرنسية. أخيرا غردت فاطمة وقالت: هل هذا له علاقة بأخلاق العمل الصحفي التي تتغنى به فرنسا؟ وهذا بالمناسبة على قناة عمومية اتهامات دون دليل لبلد كامل
ورئيس جمهوريتها وجهاز سيادي فيها ونواب من أصول هذا البلد، وهذا كله اعتمادا على شهادة تاجر مخدرات متخف في ثوب معارض سياسي وسفير يحلم بالجزائر الفرنسية. تقول أيضا هذا ليس أعلاما، هذه حملة حاقدة على بلد كامل وعلى شعب عظيم.